ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. طبعا احنا صاحيين من بدري بس انا حبيت ادخل كده اصور. طبعا الصوت ما كانش حلو فعشان كده سجلت. فتجربة الصيد ديت اول تجربة ليا في حياتي، فزي ما انتم شايفين كنت مبسوطة قوي، بس انا حبيت اول حاجة اتعلم وبعدين اسجل الفيديو. فشايفين ديت من السمك من السمكات اللي انا اصطدتها، وبجد اليوم كان جميل جدا. اتبسطت بكل تفاصيله، شايفين اكيد شايفين الانبساط على وشي. دلوقتي بقى هرجع احط تاني الجمبري في الهلب عشان اصطاد بيه. في طريقتين، في طريقة لو الجمبري حي بتقدري ان بنحط الهلب من ناحية ديل الجمبري. طيب لو هو مش حي لا بنحطها من فوق من راسه، بنمشي عليها كده، وهوريكم دلوقتي يعني حاجة قريبة من الصورة ديت. بس وسميت الله ونزلت، وكان يوم جميل جدا جدا. شوفوا بقى تابعوا اليوم. طبعا اليوم مش هيخلو من كوباية شاي جميلة. ودي تاني سمكة اصطادتها. كل سمك بطلعها بقعد اشوفها واتأملها، بقعد اقول سبحان الله. طيب احنا اول حاجة هنحط الجمبري هنا وبعدين هننزلها كده. احنا حطينا الجمبري وهنحط بقى ونشوف هيطلع لنا ايه. نقول بسم الله. كده انا خلصت الصين دلوقتي. ان شاء الله يعني هيكون في يوم تاني. وعايزه اقول ان ده كان يوم جميل وعظيم قوي، وان الصيد ديت حاجه حلوه قوي. جربت ان انا اقرا اسمع يعني كتاب، بس ما ركزتش قوي لان كان في ناس معانا يعني، فكانت الدنيا كانت حلوه يعني احنا نبقى مع بعض احسن ما انا اقعد ابقى مركزه في الكتاب. بس لو انا لوحدي لا اكيد هبقى مستمتعه جدا بالكتاب وبالصيد وبالاجواء الجميله. ماشي، اشوفكم على خير، الى اللقاء. وده سمك تاني اصطادناه، بس طبعا يعني رجعناه تاني البحر لانه صغير قوي قوي، لان احنا كنا بنصطاد في مزرعة مش في البحر. بس كده، اشوفكم على خير، باي باي.